سمع على خيناش تيقول هذا الجزائري وتيقول لك المغرب غتخسر مع السنغال من دابا، يعني تيحاول يستفز المغاربه. المغرب السنغال هادو ماشي كينيا. كينيا خسرتوا معهم، تنزانيا ربحتوهم، السنغال قنبله 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 زعما ما فيهاش حاجه واحده اخرى. ناري 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 السنغال ماشي سهله باش تفهم، ماشي سهله غير زيرو سنتوره سينو عتعرف باجاجك كابتك ويليك. حنا المنتخب الجزائري خسرنا البارح مع السودان. السودان المنتخب الاول تاعها، السنغال منتخب محلي تاعهم، هذا منتخب محلي صح. بالك تخسروا معاهم، اذا خسرتوا معاهم راهي كارثه، كارثه عظمى صدقني، غير كارثه. ومنتخب السنغال المعروف لا يعرف، المعروف لا يعرف. بلا ما تشوف السنغال، بلا ما تشوف شرا مكتوب، كي تشوف برك الدرابو هذا تاع السنغال تفهم باللي المعروف لا يعرف. ما كاش مستوى ما كاش، ضعيف جدا فريقنا الوطني المحليين. انا قلت زعما يروحوا دومي فينا يشرفونا فينا ويديروا، والله غير البارح اقسم بالله يا اخو غير قنط، والله غير قنط. زعفت قلت شو ليكيب عندهم كوب دافريك هكذا، وقلت المحليين ما عندهمش. في الشان هنايا راحوا فينال خسروا مع السنغال، وهذه قلت ما يروحوا فينال ما يخسروا في البينالتي. ما كاش مستوى ضعيف خويا، مستوى ضعيف ضعيف ضعيف. ما ميطون لعبوا ربع ساعه الاولى لعبوا مليح بصح ما كاش موتى ما يقدروش يجروا بصح ما علاش. عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو الأخير الذي تحدثت فيه على ما قام به وما زال يقوم به رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع تجاه الحكام، وخاصة ثانيا المشاركة تاع المنتخب المغربي في الشان الجاري حاليا في كينيا وتنزانيا وأوغندا هي مشاركة غير قانونية. وهنا نزيد نثبت لكم بالدليل بأن فوزي لقجع استغل تواجده في الفيفا والكاف ليعفس على كل القوانين. الشان الأخير الذي نظم في الجزائر المنتخب المغربي في آخر لحظة انسحب من الشان، وحجته في ذلك كانوا حابين يجوا على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الملكية، وين كاين مشكل سياسي بين الجزائر والمغرب والمجال الجوي الجزائري مغلق في وجه الطائرات المغربية. كان بإمكان المنتخب المغربي أن ينتقل للجزائر في طائرة أخرى، وتدخلت عدة جهات ووفرت الطائرة، ولكن فوزي لقجع أصر على دخول منتخب بلده للجزائر بطائرة مغربية، وهو القرار الذي رفض في الجزائر. وفي الأخير المنتخب المغربي انسحب ولم يشارك في دورة الجزائر. إذن بأي حق هذا المنتخب يشارك في الدورة الجارية حاليا؟ القوانين واضحة، أي منتخب ينسحب من دورة في الدورة الموالية ممنوع عليه المشاركة. إذن بأي حق اليوم المنتخب المغربي يشارك في الشان المقام حاليا؟ أليس قرار مشاركة المنتخب المغربي في الشان الجاري حاليا قرار ارتجالي؟ يقول لهم لقجع أحب من أحب وكره من كره. أنا نعفس كل القوانين وما نحترم حتى. وعندنا الاستاد ونقدروا نديروا كوب دي موند زوج. هادو اللي كانوا يقونفلي وينفخوا ويقولوا لنا عندنا الاستاد وين راهم مخبيين؟ كيفاش تروا ستاد عندهم ميم با عامين ولا 3 سنين ملي يتحلوا يتعاودوا يتغلقوا باسكو يا ان بروبليم دو بولوز. نو سوم انكابابل دو فار اون بولوز. جيت نتايا تو بومب لو طورس وتقول لي حنا عندنا ونديروا نورغانيزيو. ما تورغانيزيو والو نتايا. الستاد تاع الكاليتوس طمعوا فيه. تاع الكاليتوس هذاك سي ان ستاد دو بروكسيميتي بروكسيميتي الله يعطيك الصحه. والله راني حاب يعني جماعه تاع الرابطه يحموا وديهم، يعني لو كانوا يديروا فينا مزيان يقولوا لنا وعلاش. باسكو جاريف با كومبروند. دوك كاين اللي قالوا لي بصح ما عندكش باش دير الفار، ما عندكش باش دير، عندك امكانيات باش دير الفار، ما عندكش الفار. كي يكون عندك امكانيات دير الفار. انا قلتها ونقول وقانع بها، ما عندكش الفار ما ديرش الفار. هذا ما كان يكلف الله نفسا الا وسعها. ما عندكش. قلت لك مناسباتي اليوم الناس تتكلم على المشروع،
نعاود نتكلم واش كان يقول لان نعم. راهو حاضر تما وسمعونا. اليوم غنينا واستغنينا من بطوله عرجه. كل مره الديسك يعاود يولي، ولكن اموال طائله راهي تصرف وتهدر. انا اليوم دوك نديروا تحاليل تاع المقابلات سيدي. خرجنا تمتم رحنا الفريق الوطني كاع المقابلات نتاعو هو اللي كان فائز متفوق في الاستحواذ، في اللعب، في الحضور الجماعي، في الكذا، في كل اللقاءات مع السودان، مع غينيا، مع النيجر وكذا، ولم تتغير الطريقه. نفس الطريقه كانك الدور هكذا تشوف الماتش تاع النيجر، الدور هكذا تشوف في نفس المقابله. واليوم نتكلم ونقولوا باللي لان شوف اليوم اذا كان حبينا نروحوا لابعد حد ممكن، اليوم حبينا نردوا كان في الجزائر خلاص ما بقاش لاعبين، يا بلو جون، ما كانش هذا خطا فادح. اذا ما رحناش الى لب الموضوع ولماذا لحقنا لهذه الدرجه، انا اقول راح نقعدوا غير ندوروا هكذا والناس جايه تبروفيتي وتدي في الدراهم وتروح ومن بعد يدوروا يقولوا لك ما عندكم والو في الجزائر. ما عندنا والو، علينا ان نديروا الدياغنوستيك ونجيبوا الدواء. انت دوك نديك للطبيب مريض ونقعد قال يا خويا وليدي والله راك مريض بالحمى، يا وليدي راك مريض بالحمى، وما نجيب لك دواء ما والو. علينا نلقى الحلول الانجح. المشروع يا اخي، المشروع ماهوش مناسباتي. عندما نتكلم المشروع هو دوام الخطوط المنتهجه، الخطوط التي تسطر من طرف من ما تتسطرش من طرف مدرب يجي يقول لك انايا قلت له روح وكذا. ولذا اقول اليوم سي ان اوكازيونيل. لان علاش وشنو لوكازيونيل؟ نعاود نولي ماشي هو جا ومن بعد على بالك واش جيب 4 منا، 2 من السياسيين، 3 منا، 4 منا، هاي نديروا ايكيب. بصح اذا كان عندنا مشروع وعندنا منهجيه وطريقه عمل لتحضير منتخبات، المنتخب ماشي تحضروا هكذا وتقول اسمع روح تدي لاكوب دافريك، تحس باللي راح يدي لاكوب دافريك ولا ما راحش يدي، تحس. واليوم نعاود نرجع اليوم لان الا كان نديروا لي بيلون نديروا كاع لي بيلون. وعلاش بالماضي ما خفتش بعد تتويجوا اللي كان 2019 جا 7 شهور دا كوب دافريك و5 سنين اخفاقات متتاليه. لماذا لم نتكلم على اللاعبين وما نتكلمش على هذه الاشياء؟ لماذا؟ شوف اذا قاعدين اليوم ديفونديو الناس خطا فادح. ديفونديو لالجيري لانتيري دو لالجيري، ديفوندي لو فوتبول، نو ديفوندي بلو لي بيرسون. هذا هو اللي راهي خلى كرة الجزائر، كرة القدم الجزائرية راهي عندنا اون تو بور ريسير، بصح ما عندناش العقل. عندنا اليوم راني مع فلان، راني مع فلتان، راني مع اكس، وراني مع عيب وعار كبير. واليوم اللي راهم متسببين يعرفوا رواحهم باسكو لو كان يعطيونا الكلمة ماشي هنا الناس اللي راهي مسؤولة على هذا القطاع والناس اللي راهي مسؤولة على نقولوا لهم واش كاين. راني نتكلم من قلبي. شكون المسؤول مراد؟ ما نقولش انا هنا، انا شوف اليوم لا ارمي الزيت على النار. علينا اليوم اذا كان قلنا الجزائر شوف ما لازمش غير تنشعني وننشعك باش انا قلت كلمه راك شوف كيفاش نط. انا لم اقول باللي ما قلتش بوكلا ما يعرفش، قلت اوكازيونيل. قلت اوكازيونيل، اسمح لي، قلت اوكازيونيل. واش معناتها؟ معناتها هذا المدرب جا دار كاس العرب هكذا ولا لا؟ نجح في كاس العرب ثم جا دار شان هنايا هكذا الحقل النهائي، ما طلبلوش حوايج بزاف هكذا. كنا نديروا مشروع مع هذا المدرب، ماشي يروح يدرب ليه وتعاود تردوا هو. لا، المشروع يتبنى، المشروع ماهوش في ظرفي. البناء لو كان ما تكونش لا بناء وقاعده ما يكون حتى مشروع وما تكون حتى نتيجه. والله غير نكمل. وهذه حقيقه ما يقدرش يقول لي حتى واحد. لان شوف همشنا لا خاطرش لا همشنا انا اقول عمري ما حبيت باسكو لي جون تاع درك ما يعرفوش شكون هذا يا ولا. همشنا لماذا همشنا؟ باسكو رانا نجينيو لو كان ندخلوا نجينيو لي زانتيري دو بوكو دو بيرسون. يا للاسف نغنيو باللي عندنا بطوله فاشله وما عندناش لاعبين لا انضباط في الفرق. شكون يدير الانضباط؟ وحده اللاعب يدير الانضباط. المقومات الانستيتيسيون هي اللي دير الانضباط، الانستيتيسيون هي اللي دير المشروع، الانستيتيسيون هي اللي دير خطه الطريق. ماشي تجي انت ديسيدي قال لهم بوكذا قال لهم لا نلعب. طيب سنتحدث بعد الفاصل حول الاسئله. سي ممتاز. كي نسمع هكذا نقول كان عليك يا مراد، كان عليك يا مراد. سامحني مراد ما راكش وحدك، ما راكش وحدك. خلاص سنذهب الى فاصل. بعد الفاصل نتحدث لماذا وصلنا الى هذا الاخفاق منذ اول مباراه. ابقوا معنا.
لمن التحق بنا اللحظة نذكركم بأن المنتخب الوطني المحلي خرج من الدور الربع نهائي كأس أفريقيا للاعبين المحليين أمام منتخب السودان الذي يلعب بفريقين هناك في موريتانيا دون بطولة تمثله هناك في السودان. نبحث خلفيات هذا الخروج، لماذا؟ هل نستوعب الدرس؟ وهل نبقى نسير على نفس المنوال الذي نسير عليه منذ سنوات؟ مشكلتنا ليس اليوم فقط، منذ فترة طويلة نحن نعيش هذا الوضع، لكننا هل نستوعب الدرس؟ هل وضعنا مخططا؟ هل لدينا مشروع مستقبلي؟ هذا ما نبحث فيه مع عادل زكري ومراد وردي ومؤمن آيت قاسي. أجدد